رايحة على فين؟ مش رايحة في حتة. كلمت حد في البلد قلت له على المشكلة بتاعتي؟ بصراحة خفت عليك فكلمت عمي. كلمت عمي؟ سر بيتي طلع بره، والشنطة دي قلت له انك نازلة البلد، تاني غلطة ومن وراي، التالتة تسمعيها مني، انت طالق يا مرة وبالتلاتة يا أحمد. بالتلاتة اقعدي جوه وما تدخليش الشقة لحد ما يجيلك حد من البلد ياخدك وينزلك معاه. هو ده البيت. اودي الاوردر فين حضرتك؟ ايه ده، هو انت؟ ايوه أنا. حضرتك عملت ايه مع اللي خدوا العصايه وكبوا عليك القهوه؟ ما عملتش حاجة، ولعت لهم في العربية بتاعتهم. عشاني؟ لا عشان خاطر العصاية طبعا، وفيهم حد تالت بدور عليه لحد دلوقتي، وزمانه في البلد رايح لهم ومقدم كفنه. كفنه؟ بس دي حته عصايه، كفن ايه؟ انا اعرف ان الكفن ده عشان اللي عليه طار وورث وحاجات كتير كده. شايفة العصاية اللي انت مستهونة بيها دي؟ واخدتها من النفر براجل، هو صح هيعيش زي الميت، بس ده ما يشفعلهوش، لازم يرجع العصاية. حط الاوردر على الترابيزه. حاضر. انا حطيت لحضرتك الاوردر. حاجه اه تانية؟ دقيقة يا اختي، عرفت لك ميعاد الراجل هقدم فيه كفنه. احجز له اول مواصله طالعه على الصعيد. قسما بدين الله ما اسيب حقي يا اسطى. بقول لك ايه، احنا المره اللي فاتت خدنا منه العصايه ولع في العربيه، انت الحوار ده تنساه. اصل انت هتجيب العصايه للعربيه يا مصطفى؟ بقول لك ايه، من الاول اصلا احنا اللي غلطانين، فانسى بقى الحوار ده. يا عم سيبها على الله بقى. بقول لك ايه مش البنت اللي احنا كنا بنرازيها؟ ايه ده؟ دي حضرت على الله، جت في وقتها. يا عم رايح فين؟ وسع ايدك يا مصطفى. بقول لك ايه يا بت، انا عربيتي تولع بسببك انت. انت عبيط، وبعدين انتوا العيال قلة الادب. عبيط؟ اه انت كمان صوتك بيعلى عليا، والله انت عايزه تتربى. بقى دي البنت اللي انت عامل عشان خاطرها المشكلة وبتطلقني انا يا احمد عشان خاطر البنت دي؟ اقسم بالله لا اوريك.